ده كيس نسكافيه اصلي، بس ده كيس نسكافيه مضروب. خلينا نقارن ونشوف ايه الفروقات اللي ما بينهم. النهارده فيديو غريب شويه. السلام عليكم، ازيكم؟ كلنا شفنا الفتره الاخيره فيديوهات النسكافيه المضروب وفيديوهات البيكنج باودر المضروب، وناس قالت دي بودره سيراميك، وبعد كده شفنا الصوره دي الفروقات ما بين كيس النسكافيه الاصلي وكيس النسكافيه المضروب وازاي تفرق ما بينهم. بعد كده ظهر شويه صور تانية ان النسكافيه الاصلي بيبقى بوش والمضروب مش من غير وش، وان في حاجات يعني بتلمع في النسكافيه المضروب، بس الحاجه دي ممكن تكون سكر. بعد كده قالوا لا دي بودره سيراميك. عرفت ان بودره السيراميك بكام؟ بعد كده طلع تكذيب رسمي تقريبا من وزاره التموين، وقالت ان لا، ان دي الشركه دي مجرد بتعبي قهوه في اكياس، بس هي ضاربه كيس. فليه يا معلم يعني ما تعمل يا باشا منتج باسمك وتنزله وتنافس وبتاع. فالنهارده جايين نحسم الجدل ده كله. ده كيس نسكافيه الشكل الجديد اللي مكتوب عليه بقى استاذ الشرح الملخصاتي، بيلعبوا فكره ماركتنج كده على التدريس والتعليم والامتحانات والجو ده كله. ده انتاج 12 2022. لقيت الكيس ده عند كشك وانا بدور. ده انتاج 7/22، وفي كذا كده حاجه بتوحي ان هو ممكن يكون مضروب. ده بناء طبعا على الصور بتاعت فيسبوك. اول حاجه اتقال لك الكيس المضروب بيبقى الخطوط هنا خطوط بالعرض، مش منقطه كده زي الكيس الاصلي. ده اول فرق كان مكتوب. تاني حاجه قال لك بص على حجم الكوبايه، هتلاقي حجم الكوبايه كبير. وبعد كده قال لك بص على كلمه اوريجينال، هتلاقي ان اوريجينال مكتوبه بخط صغير كده شويه، وده برضو اللي حاصل هنا. دي الفروقات اللي ما بين الكيسين. اللي على اليمين ده المفروض هيبقى الاصلي، واللي على الشمال ده ربما يكون مضروب. مش حاسس ان في فرق في الشكل كبير قوي، الاتنين شكلهم تقريبا زي بعض بالظبط. لو خدنا معلقه من هنا ومعلقه من هنا، الاتنين طعمهم قهوه، بس تحس اللي ناحيه الشمال اللي المفروض يعني مضروب، يعني طعم السكر باين فيه شويه. نفس كميه الميه بالظبط. عين هنا ضربه. الاتنين شكلهم زي بعض بالظبط، من البلان ومن البروفايل ومن السايد فيو ومن كل ناحيه ممكن تبص لها. مفيش اي فرق تقريبا. اللون هو التماسك هو. ده النسكافيه الاصلي، طعم البن باين فيه قوي. ده النسكافيه اللي المفروض مضروب. في فرق بسيط قوي في الطعم، بيتهيألي ممكن يكون نوع البن مثلا اتغير في الجديد، او ان القديم فيه سكر زياده شويه. طعم البن اقوى شويه في الجديد ده. ممكن يكونوا بقى غيروا نسبه البن او حاجه، بس اللي عرفناه النهارده ان الكيس ده ما طلعش مضروب او حاجه. موضوع اكياس المضروبه ده ما خيش معانا النهارده الحمد لله. الكيسين تقريبا اصلي، وده يخلينا نوجه سؤال بقى لشركه نسل اصلا. انت فين من كل اللي بيحصل ده؟ يعني ده قال لك ده مضروب وده اصلي وده موجود وده مش موجود، والمفروض ان اصلا في رقم تشغيله بيتكتب على الكيس. المفروض انت اصلا كشركه تحافظ على سمعتك، فتنزل مثلا تكذيب او تنزل خلي بالكوا في 1 2 3. لا، نسله مش شايفه الموضوع اصلا. بالعكس، ده انا سمعت كمان ان كيس نسله ده دلوقتي بقى ب5 جنيه بعد ما كان ب1.5 جنيه بس. تهيألي التحرك السريع بيبقى حلو قوي في المواقف اللي زي دي. لقيت كمان برضو بيكنج باودر مضروب تاج الملوك تقريبا، ونزلوا برضو فرق بين الكيس ده والكيس ده. فانا لو لقيت بقى كيس مضروب او حاجه برضو هجيبه ونشوف كده الفرق ما بين الاثنين لو لقينا فروق. يعني حابب اقول بس ان النسكافيه 3 في 1 او 2 في 1 اللي فيه مبيض ده مش حاجه صحيه قوي ليك. حاول انت تجيب النسكافيه نفسه وتعمله بلبن بحيث يبقى هيلسي شويه عن المبيضات والحاجات دي، لانها مع الوقت ممكن تسبب لك مشاكل. لو عجبك الفيديو والمخاطره اللي عملناها النهارده، يا ريت تعمل لايك للفيديو. ما تنساش لو حبيت تشتري نسكافيه من على القانون دخل البرومو كودز دي، هتاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.